عاوز تكون من اثرياء دبي او تكون من الملقبين بالاثرياء؟ هقول لك على 3 حاجات لازم تعملهم دلوقتي مش بكره. اول حاجه انك تسمع الفيديو بتاعي للاخر وتعمل لي فولو للصفحه. تاني حاجه لازم تكون نفقاتك اقل من الدخل بتاعك، يعني مش هقبل انك تقول لي انا مرتبي في الشهر 30,000 درهم لكن مصاريفي 35,000 درهم. كده انت هتفضل فقير طول عمرك انت واولادك. لكن لو قلت لي انا مرتبي بس 10,000 درهم ومصاريفي 5 وبقدر احوش 5 منهم، او حتى كان مرتبك 30,000 لكن مصاريفك تحت ال 25,000، انت كده هتكون غني وممكن تكون من الاثرياء كمان. واوعدك انك تحصل دخل سلبي بدون تعب في المستقبل. ازاي؟ خليني اقول لك. احنا هيكون عندنا نظام او روتين لا يمكن نبطله ابدا طول ما احنا عايشين. 5000 درهم دول اللي احنا قدرنا نوفرهم من الدخل بتاعنا، لازم نفتح حساب في البنك ونرمي الكارت بتاعه في البحر، فقط نتعامل مع الحساب ده بدفتر الشيكات. ولما الرقم فيه يوصل 120,000 درهم تعالى لي وانا هخليك تتملك شقة تحت الانشاء بنظام التقسيط الشهري 1%. وبعد الاستلام وبعد ما نكون دفعنا 50% من ثمن الشقة هنقف عن الدفع، لان الايجار هيسدد المتبقي من الشقة وتكون شلتها من الالتزامات اللي عليك. كده احنا تقريبا نفذنا الخطة دي في 4 سنين. يلا تعالى بقى، رايح فين؟ مفيش وقت للراحة، ما تنساش هدفك. احنا عاوزين نكون من الاثرياء. هنكررها تاني ولمدة 4 سنين. اصبر بس المرة دي غير، لاننا بعد ما نستلم الشقة التانية الكلام هيتغير، لان انت بعد 8 سنين بالظبط هيكون عندك شقتين وبتاخد الايجار من الاتنين، وكمان لسه مكمل وبتحوش، يعني اكنك في 3 افراد بيقبضوا مرتب وبيحوشوا سوا مع بعض. دورتك الثالثة من التحويش احنا هنكبر الهدف بتاعنا ويكون على 3 شقق، يعني بعد 12 سنة انت هتكون اشتريت 3 شقق مرة واحدة وانت عندك شقتين من الاول. يعني بعد 16 سنة هيكون عندك 5 شقق بأسعار بعد 16 سنة المتوقع ان يكون ايجار كل شقة وصل اقل شيء 10,000 درهم شهري. يعني دخلك الشهري بأقل تقدير هيكون 50,000 درهم وانت قاعد في البيت. شفت بقى ال 5,000 درهم اللي انت كنت مستقل بيهم عملوا ايه بعد 16 سنة؟ التزم بالخطة. وعلى فكرة الخطة دي مجربة واثبتت نجاحها مع ناس كتير. تالت حاجة بقى، لو تفتكر في اول الفيديو عندك 3 حاجات قلت لك. اول واحدة تتابع الفيديو بتاعي، وتاني حاجة عرضت عليك الخطة اللي هتمشي عليها. تالت حاجة بقى هي انك تتصل بيا عشان اساعدك انك تنفذ الخطة دي ازاي، واحط لك الخطوط العريضة اللي تمشي عليها، ونقدر ونعرف نحسب نفقاتك والتزاماتك المادية عشان تعرف تاخد القرار الصح. رقم تليفوني موجود على الشاشة، اتصل بيا او ابعت لي على الواتساب او اكتب حتى في الكومنتات واحنا هنرد عليك. شكرا، مع السلامة.